ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كده حاجه سريعه في اجهزه هيك فيجن. ازاي اعمل مستخدم او يوزر يقدر يستخدم الانفي ار بتاعي او الدي في ار بتاعي، بس ليه صلاحيات محدده. بمعنى يقدر يشوف كاميرا معينه وما يقدرش يشوف باقي الكاميرات، يقدر يعمل بلاي باك لكاميرا معينه وما يقدرش يعمل لباقي الكاميرات، يقدر يعمل كونفيجريشن للجهاز او لا، يغير في اعدادات الجهاز او لا، يقدر يتحكم في الكاميرات البي تي زد او لا، يقدر يعمل ريموت لايف فيو او لا، يقدر يعمل ريموت بلاي باك او لا. كل الحاجات دي هنتعلمها مع بعض ان شاء الله في الفيديو ده. تابع معايا وهقول لك هنعمل ايه. اول حاجه هنسجل دخول على الجهاز بتاعنا. تمام. سجل دخول. اوكي. جهاز عربي. الباسورد بتاعنا اهو احنا مسيفينه. مش عايز يدخل ليه؟ اوكي. وبعدين هنفتح نعمل لوجن. تمام. بعد ما نعمل لوجن الجهاز بس يحمل معانا. هو في طريقتين نقدر نعمل بيهم الموضوع ده. تمام. الطريقة الأولى عن طريق البراوزر زي ما احنا شغالين دلوقتي، والطريقة التانية بتبقى لوكال عن طريق الجهاز نفسه، بس خلينا نبدأ بالطريقة دي وإن شاء الله الطريقة التانية هنعمل لها فيديو لوحده. طيب ده الجهاز بتاعنا، احنا عندنا جهاز المفروض عليه 14 كاميرا. تمام. هنيجي هنا في كونفيجريشن. بعد كونفيجريشن هنيجي هنا على عندنا سيستم، ومن سيستم هنختار يوزر مانجمنت. تمام. وهنيجي دي يوزر مانجمنت، انا عندي في 2 يوزر على الجهاز، ادمن واي تي. تمام. دي اليوزرات اللي عندي. احنا عايزين نضيف يوزر جديد بصلاحيات احنا اللي نحددها. اول حاجه بندوس على كلمه اد. تمام. هنسمي اليوزر تيست. تمام. الليفل بتاع اليوزر ده، هو في عندنا 2 ليفل موجودين على الجهاز غير طبعا ادمنستريتور. تمام. عندنا اوبريتور وعندنا جيست. هو الجهاز باي ديفولت عامل الاوبريتور والجيست. تمام. صلاحيات كده انت ممكن تغير، فاحنا خلينا نقول ان هو اوبريتور. تمام. هنا في الاوبريتور عامل لي ايه؟ عامل لي ان هو الشخص اليوزر ده يقدر يعمل لوك سيرش. تمام. ولوكال لايف فيو، يعني يقدر يشوف الكاميرات كلها. اللوكال دي اللي هي عن طريق الدي في ار نفسه، عن طريق الشاشه الداخليه. تمام. لوكال بلاي باك، ولوكال مانوال اوبريشن، ولوكال اوبريشن بي تي زد، ولوكال فيديو اكسبورت. تمام. وعندي ريموت لوك سيرش، يقدر يشوف السيرش على الجهاز. تمام. وعندي ريموت تو واي اوديو لو في تو واي اوديو في الجهاز، وعندي ريموت لايف فيو ومانوال لايف فيو ومانوال ريموت مانوال ريكورد، يعني يقدر يشغل الريكورد ويقفله، ويقدر يتحكم في الكاميرات اللي بي تي زد، وريموت بلاي باك اند داونلود. طيب خلينا الاول نحط الباسورد بتاعنا. هو دلوقتي بيقول لك الاول، اول حاجه حط الايه، الادمن باسورد. تمام. وبعد كده بيقول لك حط باسورد للجهاز. طبعا باسورد ما يكونش ارقام زي بعض 1 2 3 واي بي سي والحاجات دي. تمام. لان طبعا هيك فيجن مش الجهاز مش هيوافق على الموضوع ده، فانت تحط الباسورد بتاعك وبعدين تعمل كونفيرم للباسورد بتاعك. تمام. كده احنا حطينا الباسورد. نرجع بقى مع بعض نعمل ايه، نشوف الصلاحيات اللي احنا عايزينها. طيب انا مش عايز كل الحاجات دي، انا هعمل سيلكت اقول كده واعمل ان سيلكت كده. اليوزر ده لو عملته مش هيبقى له اي صلاحيات. انا عايز اليوزر ده يعمل حاجتين بس. تمام. اللي هو لوكال لايف فيو، وبختار يعني النقطة المهمة دي، اي يوزر هتعمله هتضيفه على الجهاز
فخليه ما يبقالوش صلاحيه انه يغير في اي كونفيجريشن في الجهاز ولا بارامترز ولا اي حاجه. هو بس هيشوف ويعمل بلاي باك ويعمل لايف فيو، وانت بتحدد له الكاميرات اللي انت محتاجها. طيب احنا دلوقتي عندنا، انا مش هختار غير، مش عايز اشوف الكاميرات لوكال بس، مش عايزه يقدر يشوفها من على الموبايل ولا من على البراوزر. تمام، فانا هختار لوكال لايف فيو. حلو كده. وبعد كده اما دوست على لوكال لايف فيو ظهر عندي كل ال 14 كاميرا بتوعي متعلم عليهم. انا مش عايز اشوف كل الكاميرات، انا مثلا عندي كاميرا مش عايز اشوفها خالص، او كاميرتين، او عايز اشوف كاميرتين بس، فاختار دي ودي. تمام. وفي اللوكال بلاي باك بالظبط الكاميرتين اللي انا اخترتهم هو بس اللي هيعمل لهم بلاي باك، او مش عايزه يعمل بلاي باك خالص. لو عايز يعمل بلاي باك هعلم على كده، على دول. تمام، بس انا مش هخليه يعمل بلاي باك. وبعدين نشوف محتاجين نعمل له حاجه تاني. خلينا نعمل له ريموت لايف فيو، يعني لو فتح البراوزر تمام يقدر يشوف الكاميرات. فهنخلي له الكاميرات اللي هي 1 و2. اخترت كل البرميشن بتاعتي. تمام كده الموضوع مفيهوش اي مشكله. بعد كده بندوس على اوكي. تمام، ظهر عندي هنا اليوزر بقى اوبريتور. تمام كده انا ضفت عندي اليوزر، وهيفتح باليوزر نيم والباسورد بتاعه. تمام، هي ايه، هيشوف كاميرتين بس. تمام، و مش هيقدر يعمل لهم بلاي باك. تمام. احنا في حاجه نسيناها، احنا ما تاكدناش ان احنا عملنا له في الريموت بلاي باك عاملين له بيرميشن او لا. هندوس على اليوزر تاني لو عايزين نعدل اي حاجه، هندوس عليه كده ونعمل اديت. تمام، هننزل تحت خالص، احنا اخترنا ريموت احنا معلمناش على ريموت بلاي باك وداونلود. فهندوس كانسل كده لان ما عدلناش حاجه. وبعدين نعمل تسجيل خروج. تمام، لوج اوت، يخرج الجهاز، ونخش بقى باليوزر اللي احنا عملناه، اللي هو ده احنا عملناه اسمه تيست. تمام، كده هنخش لوجن. تمام، طيب نيجي بقى ايه، نشغل كاميرا من الكاميرات، اي كاميرا من اللي احنا ما اديناش بيرميشن ليها. يعني احنا لو دوسنا هنا اهو على كاميرا 6 يقول لك لايف فيو فيلد. تمام، لو قلنا كاميرا 7 مثلا، كاميرا 11 لايف فيو فيلد. طيب احنا علمناه، اخترنا له كاميرا 1 وكاميرا 2. طب كاميرا 1 ندوس عليها اشتغلت، كاميرا 2 اشتغلت، كاميرا 3 المفروض ما تشتغلش. لايف فيو فيلم. طيب نجرب البلاي باك، نخش على البلاي باك ونشوف هيقدر يعمل حاجه ولا لا. طيب بلاي باك احنا ما اخترناش اي كاميرا عشان يعمل لها بلاي باك. يعني لو دوسنا كده تمام وقلنا كده هتلاقي الجهاز معاك بلاي باك فيلد. هو جايب لك ان الجهاز مسجل وكل حاجه اهو، وقال لك بلاي باك فيلد. طيب الكاميرا دي كاميرا 2. يا عم احنا كاميرا 2 بنشوفها لايف. لا مش بتشوفها لايف بس متقدرش تعمل بلاي باك. بتدوس بلاي باك بيقول لك بلاي باك فيلد. تمام. طب نيجي نجرب حاجه تاني، احنا ما اديناش اي بيرميشن للكونفيجريشن ولا لاي حاجه. تيجي نخش كده على الكونفيجريشن نشوف هو يقدر يعدل ايه. نخش مثلا، هو هنا في اليوزر، لو جيت هنا ايديت واخد بالك، يعني هو لو عمل ناصح مثلا وقال لك انا هعدل اليوزر بتاعي وخليه يعمل كل حاجه، يعني هنا مش ظاهر عنده اصلا في اليوزر غير اليوزر بتاعه. لو دوسنا ايديت هتلاقي انه ملوش صلاحيه يعدل اي حاجه. يعني لو جيت تعلم هنا اهو مفيش اي حاجه بتتعلم، ملوش صلاحيه يعلم اي حاجه خالص. تمام، ده بالنسبه لليوزر.
لو جينا مثلا في النتورك قال لك انا هغير الاي بي بتاع الجهاز، فاهم انت ازاي؟ تمام. وليكن لا بلاش الاي بي ده، وليكن ده، وندوز سيف، نو بيرميشن. تمام. يعني جينا نغير الاي بي بتاع الجهاز قال لك نو بيرميشن. طيب نجرب حاجه تاني، نجرب في السيستم مثلا. عايزين نعمل ايه في السيستم؟ هنيجي في المينتنانس، قال لك بقى انا زهقت وعايز اعمل هفرمت الجهاز ده، وهنيجي نقول هنا ايه؟ ديفولت. هنعمل له فاكتوري ريست، نقول اوكي. نو بيرميشن برضو. يعني هو في الاول هيخضك اهو كده ويقول لك ايه؟ ديفولت. بيقول لك device will reboot automatically after restoring continue الجهاز. ايه ده؟ نو بيرميشن. فكده اليوزر ما عملش، ملوش صلاحيه لاي حاجه. وده كان الموضوع ببساطه، ازاي تعمل يوزر على اجهزه هيكفيجن. يا ريت لو استفدت بالفيديو تعمل اشتراك في القناه، وتعمل متابعه. لينك قناه صفحه التيك توك موجوده في البايو.